طعمه بجد تحفة. الخضرة كتير، التسبيكة بتاعته جميلة جدا، الطماطم حلوة يعني لونه حلو، يعني حاجة كده تحفة. متنضف جميل، كله على بعضه كده قمر. بعد ما خد غلوتين حطيت شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح. تمام. ما حطيتش بقى لا بصل ولا ورق لورا ولا اي حاجه خالص، ما تحطيش حاجه، لان هو الممبار اصلا فيه بصل وفيه طماطم وفيه كل القمر اللي في الدنيا. هتشوفيه استوى ازاي بعد ساعه الا ربع، بتختبريه، بتطلعي واحده ساعه الا ربع بالظبط. بتطلعي واحده وبتعمليها بالمعلقه بالشكل ده. لو لقيتيها اتقطعت معاكي بسم الله ما شاء الله، حتى الجلده مش مستحمله، انا بقطع كده الجلده كمان اتقطعت، والرز مستوي ومفلفل وزي القمر. هنبدا نطلعه كده بالشكل ده في طبق كبير او طبقين، المهم يبقى الممبار مفرود، ما تطلعهوش على بعضه، علشان طبعا ما يبقاش سخن على بعضه. وطبعا ممكن السخونيه بتاعته تخليه ياخد سوا اكتر فيفرقع منك.